ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش دي قناتي امهات ومقدم اشترك في القناه وحط لايك. قبل ما ابدا الفيديو صلي على الحبيب قلبنا يطيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى هعمل ايه؟ هنعمل صينيه اجنحه في الفرن. هكتب لكم طبعا ديت 3 طماطميات مبشورين، معلش بس الاضاءه هنا وحشه، وحوالي 5 معالق زيت، وهنحط بقى جنزبيل، كمون، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، ملح، وشويه 7 بهارات. كان عندي جوز الطيب بس نسيتها احط منها رشه. ماشي، هكتب لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف. هناخد بقى كل الخلطه ديت وهنكون نقحين نقحين ايه بالظبط؟ نقعين الجناحات، دقيق، ملح، جنزبيل، ليمون. تمام تمام. وهنقطع طبعا اي زيادات منها. دي كان عندي اجزاء او هياكل زي ما انتوا بتسموها، على ايه؟ على اجنحه. ماشي اهي. طبعا بصوا شايفين، شلت اي زيادات منها وغسلتها، خدتها فوله شمعة منورة زي ما بيقولوا. هرصها بقى في اي صينية كده، وايه، وهنزل بقى عليها بالتتبيلة دي. ايه ده في ايه؟ بتاع التصوير ده في الاول كان وحش عشان كان الموبايل بتاع جوزي. لكن بعد كده بقى كان الموبايل بتاعي انا كان الشحن، فاتمنى كان هيفصل، فما كنتش عارفه اصور لكم. هنزل بقى بالتتبيله ديت عليها، كان طعمها خطيره. والا بقى لو كمان كنت فضيت فصين حبهان بقى، بس انا ما حبيتش ان انا ازود في التوابل كتير، عشان بحيث ان ايه، ما تغطيش على طعم الفراخ بس. فحبيتش ان انا ايه احط بهارات كتير بقى، ولا ماجي، ولا كم واحدة ورق لورا، ولا الكلام ده، او بابريكا. بابريكا، كمون، كزبره، فلفل اسمر، شويه جنزبيل، شويه ملح. وان شاء الله طبعا زي ما تعودنا اي فيديو انزله لازم نكتب المقادير في صندوق الوصف. فان شاء الله هتلاقوا المقادير في صندوق الوصف. وهنمسكها بقى ندعكها كلها كده، مش هنحط عليها بقى اي حاجه. ممكن لو حسيتوا ان هي بيضه هتجيبوا كيس كاتشب او معلقتين صلصه لو متوفر، وشويه زيت. وبعد كده هندهنها ايه، لو حسينا ان الوش بتاعها عاوز صلصه تاني. لو حسيتوا ان انتوا شايفين ان هي كده كويسه وتتحمر وتبقى زي الفل، تمام. انا للصدق جبت كيس كاتشب، بصراحه كيس كاتشب اللي هو بجنيه ده. وحطيته في معلقتين زيت ودهنته بالفرشه كده بس على الوش، يعني ايه للامانه اهو. بقولكوا هنا بصوا اي زيادات. في بقى زيادات انا مش شلتهاش، دي كان من عندنا فراخ انا بس. هو انا معنى صح كنت مستعجله. هنا بقى قطعت طماطم، بصلايه كده، ودول كان حتتين قرن فلفل عندي كده يبوظوا في ظرفة في البتاع، في المطبخ عندي، في التلاجة، فحطيتهم. يعني ايه هنا بصوا بقى، هي بعد ما طلعت ودهنتها بمعلقه كاتشب على الوش، وعملت طبعا شويه رز جنبها وطبق سلطه. بس طبعا مرضتش ان انا ايه اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده. فانا قلت يعني ايه، انا عامله الرز معاكم كتير، والسلطه اي حد بيعرف يعملها لو بنتك الصغيره هتعملها. وهنا هو هاخد بقى من الاجنحه. الصوص ده اهم حاجه. انا ممكن ما اكلش الاجنحه واكل الصوص، يعني اخد كده شويه من الصوص كده واحطهم على الرز يا سيدي. والا بقى لو رغيف عيش طري كده من التابونه، تمام، او رغيف عيش سخن، وناكل بقى. بس اشوفكم في فيديو جديد، ومع